السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جايلكم بيوم جديد كده وفيديو جديد. النهاردة بقى خلاص هل علينا بقى الشتاء، فقلت بقى ألحق نفسي قبل ما يفوتني الأوان وأغسل بقى البطاطين كده وأوضب الدنيا بقى، عشان بقى الجو برد اليومين دول. طبعا انا كالعاده لازم بغسل البطاطين بعد الشتاء على طول وعينها نظيفه، بس طبعا من النقل والحاجات فحسيت ان هي متلحوسه كده، فقلت لا لازم اغسلها. زي ما انتم شايفين شكلها بتنعل ازاي. غسلتها بقى وطلعتها كده في الشمس حطها بقى على الجدار لانها تبقى تقيله على الحبال عشان تصفي الميه بتاعتها بعد ما بيتها ليله كامله على حافه البانيو. طبعا غسلهم بقى في البانيو واقول لك بقى ازاي. طبعا انا ما بحطش عليها بقى لا كلور ولا اي مواد، يعني المواد اللي هي الكلور والبوتاس والحاجات ديت، علشان ما تضيعش بهجة معايا البطانية واللمعة بتاعتها. بغسلها بقى بضيف بقى جزء حاجات كده على بعض بيخلوها شمعة منورة وتفضل يعني معاكي مدة طويلة باللمعة والحلاوة اللي هي فيها. طبعا زي ما انتم شايفين انا جيت هنا جبت اريال على اوكسي وقلبتهم على بعض كده في المية زي ما انتم شايفين. طبعا الاتنين دولت بيتفاعلوا مع بعض كده بيخلوا البطانية تنضف معاكي او اي هدوم. لو جيت تغسلي في اي حاجة حاولي بقى ان انتي تحطي المكونين دول على بعض او اريال على برسيل، بصراحة بيدوكي نتيجة تبهرك كده. فانا بقى جبت بقى كده زي ما انتم شايفين اهوت وحطيت وسبت بقى عندي برضو كمية اريال هحطها بقى على الوش كده لو انا احتجت مية. وبالفعل برضو احتجت مية لان البطانية كانت كبيرة والمية اللي انا كنت حطاها في البانيو ما كفتهاش زي ما انتم شايفين اهوت. فحاولت بقى انني اغطسها كلها كده وكمختها تكمخة مظبوطة. وبعد كده بقى مسكتها بقى دوست فيها شوية كتير كده برجليا، بس انا ما صورتش المقطع ده معاكم. مسكتها بقى حبة كتار لغاية ما صرت التراب اللي فيها خالص. بعد كده شلتها حطيتها على البانيو لغاية ما صفت معايا من مية ام صابون. بعد كده ملت لها البانيو مرة واتنين لغاية ما طلعت معايا باللون اللي انتوا شايفينه الوقت دوت، شمعة كده منورة زي ما انتوا شايفين اهوت. دي بقى كمية اللي انا قايله لكم عليها هي سايباها كده، اللي حطيتها بقى على الوش لان بالفعل برضو اللي كنت عامله حسابه لقيته ان المية جت قليلة برضو على البطانية. طبعا لو بطانية صغيرة كانت كفتها، لكن كمان يبقى البطانية دي كبيرة فالمية جت قليلة عليها. فقمت رايحة مزوداها تاني مية وحطيت بقى الاريا اللي كنت سايباه دوت على الوش كده، وهمسكها بقى اخلي الاريال ينزل فيها كلها كده. ولو عندك بقى البطانية مثلا فيها كمية اتساخ كتير واتربة كتير، اول حاجة علشان تنضف معاكي وما يمسكش الوسخ فيها ولا يقعد فيها، النقعها الاول في مية بيضة. يعني لو عندك بطانية فيها كمية اتساخ جامدة، النقعها الاول مية مرة واتنين وتلاتة في مية بيضة، وبعد كده نقعها في المية ام اريال. طبعا عشان دي عندي ان هي كانت نظيفة مش متوسخة أوي ولا حاجة، فانا حطيتها في الاريال على طول. لكن لو فيها كمية اتساخ جامدة نقعها الاول في مية بيضة تكون دافية كده، وسيبيها شوية لغاية ما تنزل كل التراب اللي فيها. وبعد كده تغسليها بقى في الاريال تطلع معاكي ولا احسنها مغسلة تغسلها لك بالطريقة دي. جربي الطريقة ديت عن تجربة مني وهتعجبك جدا وهتدعيلي بقى. واللي تجربها كده تكتب لي بقى كومنت حلو كده وتقولي ان هي كانت مجرباها وحلو. زي ما انتم شايفين المية بقى ضعيفة، فانا قاعدة بقى مستنية لغاية ما المية تزيد معايا كده علشان اغطيها كلها بالمية ام اريال كده. ولو عندك بقى بقع ولا حاجة بالصابونة البيضة بتاعتنا وامسكيها بقى رغي عليها لغاية ما البقعة تنضف معاكي. طبعا بقى عشان انا بغسلهم على طول فمبقاش عندي يعني مبقوش متسخين اوي ولا حاجة، يعني ايه بس ان هو من التراب والحواسة وكده بس. فانت لو عندك بقع ومستعصية عليكي الصابونة البيضة اللي بنشتريها من المحل بتاع المنظفات او من عند العطار، الصابونة البيضة ديت، وامسكي رغي على على البقع اللي عندك هتنضف معاكي وتبقى زي الفل. ولا تحتاجي تحط عليها مواد
كرول ولا اي ولا مبيضات ولا اي حاجه، عشان تفضل معاكي لونها زي ما هي، زي ما انتم شايفين اهوت. بعد كده خلصتها بقى هي، سبتها تصفى على البانيو، وبعد كده ملتنا الميه وشطفتها مره واتنين وتلاته لغايه شايفين لونها بقى عامل معايا ازاي، اكنها طالعه من الشنطه بتاعتي. فلو انت بقى لسه جديده معايا في القناه، يا ريت بقى تنزلي تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتختاري الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا وشاركوني كده في القناه وكتبوا لي كومنتات حلوه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. زي ما انتم شايفين بقى شكلها عامل ازاي، شمعة منورة بصراحة. النتيجة مبهراني جدا، ولونها حلو وفاتح، يعني حاجة كده تفتح النفس ان انت تقومي كده وتشجعي وتخلصي كل اللي وراكي. طبعا في الضغوطات اللي احنا فيها دي بقى، الدروس والمدارس وكده، بس لازم ان انت تخلصي كل اللي وراكي اول باول. حاولي ما تسيبيش حاجة عندك، يعني لو كل يوم هتعملي حاجة، يوم هتعملي بطانية، يوم مثلا تغسلي السجاد، يوم هتمسحي كده، يعني مش لازم كل يوم كله في يوم واحد، لا حاولي تقسمي الوقت كده. زي ما انتم شايفين انا بوريكم بقى الوبرة، تعمليها كده بتلمع، تعمليها كده بتلمع، يعني من الجهتين بتلمع ومية مية. زي ما انتم شايفين اهوت. حطيتها بقى بعد ما شطفتها، سبتها بقى من بالليل للصبح على حافة البانيو كده لغاية ما صفت. وبعد كده طلعتها على الحبل بقى، هتقعد معايا مثلا يومين، هتكون نشفت بقى وحمصت كده، وتبقى جاهزة بقى معايا بريحتها الجميلة من المعطر اللي في الاريال والمعطر وكده وشوية بقى معطر عليها. بصراحة كانت جميلة جدا. زي ما انتم شايفين بقى، يبقى النهاردة الفيديو بتاعي معاكم خلص. اشوفكم في فيديو جديد احلى واحلى. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده وتشجيع منكم، علشان الايام اللي جايه ان شاء الله تبقى كلها فيديوهات بقى عن النظافه وكده علشان الشتاء.